انا حافطر هو شو بدكم تعملوا؟ رجال بس يعني ولا الكل؟ الكل؟ زواج اللبنانيين من السوريات، وهذا طبعا له عوامل عدة، يعني منها عامل يتعلق بأزمة السوريين وشعور العنصر اللبناني أو الشاب اللبناني أنه وقوفي بجانبهم والزواج منهم هذا عملية نوع من أنا بوقف بنوع من الشهامة يعني. وكان في عامل آخر، عامل اقتصادي أيضا. السوريين مهور قليلة، موضوع أنه هن سهل، الشروط قليلة جدا. عندما يكون الزواج قائم على أسس غير ثابتة دائما أو غير متينة، يعني قد يكون الشاب المقبل على الزواج لسهولة الزواج الآن يسرع فيقبل على الزواج وليس لديه الإمكانيات الكافية. بعد فترة سيجد نفسه أو ستجد الزوجة أنه ليس مؤهلا لحمل هذه المسؤولية، فقد ينتج عن ذلك انفصالات وطلاقات، قد ينتج عن ذلك أزمات في المجتمع اللبناني أيضا. بشتغل بمطبع عند دار الكتب العلمية البيضون، معاشي 700,000 ما بيزيدوا معاش. بيعترفوا بالشرع أكثر من عنا الصراحة. عندهم ما بيحب الباور وبيحب السترة، وما بيحبوا يكون الشخص مثلا عنده سيارة مثلا والله فخمة، أو بده يشتري يجيب لها تليفون آخر موديل، أو مثلا يسكنها بشقة ملك، أو كان عنده هو بناية عنده شقة يعمرها هو، أو يكون ما عنده رصيد بالبنك مثل ما كأنه الواحد بده يسافر يكون عنده $20,000 لحتى لا يسافر. يعني شرع رب العالمين ما بيعتمد على المادية، بيعتمد الواحد إنه يكمل نص دينه. من درعا من بصر الحرير. تهجروا أهلي وأخواتي قبلي، يعني الوضع ساء وهيك. أنا جيت لهون زيارة هيك، حبيت إني أشوف أهلي وأخواتي، بس ساء الوضع هناك عندنا بسوريا واستقريت هون. تعرفنا على باسم. كنت حابة إني أعيش، أخذ شاب سوري وأعيش بسوريا، وإني يعني ما أكونش غريبة من مطرح بلد ثاني، بس إنه لبنان بلد قريب. لسنا بحاجة لمحفز لهذه القضايا، هذه القضايا محفزة تلقائيا بوجود شعور الناس بأنه في مظلومية على ناس معينين، على مجتمع معين، وأنه يعني بالحالة النفسية الطبيعية الإنسان يريد أن يدفع المظلومية، لا يستطيع أن يرفعها لا بمال ولا بغير ذلك. قد يلجأ إلى أنه يتزوج من هذا المجتمع، وخاصة المجتمع السوري يعني زي كما قلت سهل قريب، فالناس تطمع في هذا الموضوع. انه جسم القاصر هي ما بيكون لسه على استعداد انه يتحمل مسؤوليات الزواج، فعم تتعرض الطفله لامراض كثيره عم تتظاهر اهم شيء بالجهاز التناسلي. براجعنا بالشهر بحدود بين 250 و 300 حاله. بنشوف نسبه التحرش الجنسي يعني بحدود 5%. نسبة زواج القاصرات هو أكثر بنسبة 10%. نسبة المطلقات، الاعتداء على المطلقات بنسبة 7 أو 8%. الحالة عم نشوفها عند الأرامل وعند المطلقات، عم يتم استغلالهم أبشع استغلال باسم المساعدة، باسم الإغاثة. عم يتم يعني هن عم يحكوا لنا يعني شغلات بتشيب من القصص، عم يتم استغلالهم يعني أبشع استغلال. عم تشوف بنات انه عم يتم الاعتداء عليهم، انه على اساس انه متجوزه، بتتفاجئ انه هي ما بينها وبينه غير شقفه ورقه، عم يتم تمزيقها انه هو تركها، يعني باسم انه هي تجوزت وتم الاعتداء عليها وعم يتركها. نساء ضحايا مرتين للأزمة، مش بس مرة واحدة، يعني ضحايا اللجوء وضحايا الواقع. يعني ممكن يكون عم بيساعدك إذا بدك. الفتيات بيضلوا بالبيت فبيشكلوا للأهل عبء ببعض الأسر يلي سمعناها حتى ما تكون ظاهرة أو إطار تعميمي. فهون بيدفع هذا الشيء الأهل لتزويج الفتيات، لتخفيف العبء عن كاهلهم من ميلة ولحماية النساء
أحلم يعني حتى ما يتعرضوا كتدبير وقائي، حتى ما يتعرضوا الفتيات لأي شكل من أشكال التحرشات الممكنة بسياق يعني بسياق البلد اللي قاعدين فيه. بعض النساء قد تلجأ إلى آليات لحماية نفسها، خصوصا إذا كانت يعني أرملة أو إذا كانت بلا معيل، بلا رجل معيل، أو كانت يعني مسؤولة عن مسنين أو مسؤولة عن أطفال. بقلب الأسر بتلاقي النساء، بعض النساء بيلجأوا لادعاء يعني بيقوموا بإجراء تليفونات وهمية مع سوريا ليدعوا انه هن عندهم عم بيحكوا مع رجالهم ورجالهم بعدهم موجودين بحياتهم، لإيهام البيئة المحيطة انه هن في رجل بحياتهم، حتى ما يكونوا لحماية نفسهم من الاستغلال الجنسي.